انا عايز اكسب، اعمل ايه؟ يعني زي ما كنت بتكلم كده قبل الفاصل، في ان زمان واحنا بنلعب بخطه فيها 4 مدافعين، كان محمد صلاح الجبهه بتاعته فيها مشاكل في الناحيه الدفاعيه. فاللي بيحصل مع منتخب السنغال دلوقتي ان الجبهه بتاعت ساديو ماني هي الضعيفه شويه. فالفكره ان انا احاول قدر الامكان اشد بس الارتكاز اللي بيحمي الباك ليفت، عشان خاطر يبقى اللي بيدافع مع الباك ليفت ساديو ماني. ماشي. ساديو ماني في الدفاع اقل من المستوى الهجومي بتاعه. كويس. فاحنا نحاول نستفرد بالجبهه الشمال بتاعتهم، نحاول قدر الامكان نبتدي الهجمه. مين الجزء اللي نركز عليها؟ ما احنا عايزين نبتدي ناحيه اليمين، وبعدين هوب ننقل اللعب على ناحيه الشمال في المواقف اللي يبقى فيها الباك ليفت السنيد الوحيد اللي معاه ساديو ماني. فساعتها ساديو ماني في المسانده الدفاعيه اقل، مره في الثانيه في الثالثه الرابعه ان شاء الله نعمل منها فرصه جول. عشان نكسب نعمل ايه؟ عشان نكسب نعمل ايه؟ طيب تعال نشوف سريعا كده بسرعه معانا حالات هجوم السنغال عشان نعرف نضربهم ازاي وهم بيهاجموا. يلا. هو اتقال كلام حلو جدا في الحلقه بالمناسبه. يعني انا متفق جدا مع نصوحي، مع ان اللي يمسك ادريسا جانا جاي اللي ياخده امام عاشور، هو اللي بيلعب تحت الفرويدين، فهو اللي لازم ياخد السته. متفق جدا مع فارس في فكره المثلثات اللي هم بيعملوها. بس بص هنا الفكره احنا اتكلمنا فيها بتاعت عمق الملعب يا ابراهيم. الراجل ده الباك ليفت، تمام؟ اللي قدامه على طول ده ساديو ماني. بص الصوره اللي بعديها، هم بيشتغلوا على ايه؟ بيشتغل ان دايما الكوره ساديو ماني لما ياخد الخط المساحه دي كلها تفضى، فالراجل ياخد الهاف سبيس دي ويخش بيها لحد جوه منطقه عمق منطقه جزاء المنافس. بص الصوره اللي بعديها يخش لحد فين؟ الراجل ده الباك ليفت وصل لحد هنا، المساحه اللي في قلب الملعب على طول الراجل بيلعب الكره العرضيه او الباك باست اللي جاي من تحت. الصوره اللي بعديها هتلاقي بابا جاي الراجل ده، وده واحد من اهم اسلحه السنغال في التسديد من بره ال 18. واحد من اقوى اللعيبه، مجرد ما بيشوف خط ال 18 بيسدد على المرمى. فخد بالك، اعمل بلوك، لازم تعمل بلوك. بمين؟ ده بابا جاي ده تعمل بلوك بمين؟ اعمل بلوك بمين؟ تعمل بلوك بحمدي فتحي ومروان عطيه. ماشي. لازم واحد فيهم هما الاثنين يعمل بلوك على المساحه دي. بص الصوره اللي بعديها هتلاقي نفس القصه. ادي المثلث اللي احنا بنتكلم فيه، جناح وظهير وفيرود. الكره هتتلعب، ماشي الهجمه اللي بعديها عشان الراجل عايز يخترق المساحه دي. بص الراجل اللي لعب الكره اللي هو ندايه، اليمان ندايه، لعب الكره لساديو ماني، كره اتسددت. ده الهدف الاول اللي في مباراه مالي. لعبت مثلث، فرغ المساحه الهاف سبيس. بص في الصوره اللي بعديها تلاقي الراجل جوه ال 18 بيحرز هدف التاهل. نفس القصه في مباراه الكونغو. ماشي الصوره اللي بعديها هتلاقي نفس المثلث بس في الجبهه الثانيه، 1 2 3 عشان تفضي المساحه دي. ماشي الكوره، ماشي الهجمه عادي جدا، صوره ورا صوره هتلاقي الراجل وصل واخترق المساحه دي. هنا لو بصيت ماشي الصوره اللي بعديها هتلاقي جوه ال 18. لو بصيت في الصوره دي هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه دايما من السنغال في الحاله الهجوميه. ليه؟ لان هو زي ما بيبدا من العمق بيحاول ان هو ياخد الهاف سبيس ويدخل جوه ال 18 عشان يعمل الكثافه دي كلها. بس هنا في حاجه بقى، هنا انت تقدر. انت مخضوض؟ طبعا. اوعى تخاف. مصر ما يخافش يا جدع وربنا. انت تقدر في الحاله دي. خد بالك البرنامج بيتشاف في السنغال، انت ما تعرفش ابراهيم السنغالي؟ هو ده عايزين لا ده كل الناس عارفاه ده. قسما بالله بكره معجنه ان شاء الله، معجنه ان شاء الله. هطلع ازعق لنص شعب السنغال، شعوب السنغال كلها هزعق لها اهو، وهلبس السنغالي. فبالتالي انت تقدر تضرب الفريق ده بمنتهى السهوله. عن طريق ايه؟ عن طريق الترانزيشن والهجمات المرتده. تقدر ان انت تقفل المساحات دي كلها، لان اللي هيقفل الهاف سبيس اللي بيتفتح ده واحد من السنتر باكين. يعني لو طلع هنا في المساحه دي طلع ياسر ابراهيم، حمدي فتحي على طول هياخد مكانه، فهتفضل برضو قافل عرض الملعب وتقدر تعمل التحول. عظيم. الحاجه الوحيده بقى اللي عايز اعترض فيها شويه مع عز، اعترض ان صلاح بلاش عز النهارده عشان صلاح عمل واحد من افضل مبارياته الدفاعيه في مسيرته. كانت مباراه قدام كوت ديفوار. انت بتقول كده عشان نصيحه؟ لا والله العظيم، انا يا ريتني كنت جبت الحالات بتاعته، بس انا ركزت على السنغال كمان. صلاح كمان. لا والله بجد. صلاح انت لو بتبص في اكتر من 4 5 هجمات صلاح جوه ال 18 بيشيل. صلاح بيغطي على الباك رايت بتاعنا، بيغطي على محمد هاني، بيوصل لحد الخط. في لقطه شهيره جدا، كره عدت الخط هو اللي بيرفع ايده. صلاح كان بيعمل كفرج على المساحه دي كلها. فدي واحده من اكتر المباريات الدفاعيه اللي قدمها صلاح. عشان كده احنا محتاجين ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله بهدف مبكر عشان نقدر ندي الاريحيه ان لو حتى رجعنا ندافع بمحمد صلاح ومرموش ما نستهلكهمش في الترانزيشن. ماشي، بس انا مش انا مختلف مع الكلام اللي انت بتقوله. ماشي.
ليه؟ ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ ما انا قلت انت ليه مشخصنها ما بين عز وما بين صلاح؟ انتوا ليه مشخصنين انا الموضوع؟ مختلف. الراجل قال نص راي يا جماعه، نص راي مكبرين المواضيع ليه؟ استنى عز عندي انا بقى يا جدع بقى، في ايه يا عم عمر؟ هو اللي قال ما بيدافعش. ايوه قال في لقطه، انا خدتها. قال في لقطه. انا لا ما لا ده هو عايز يضرب كمان مثل، عايز يضرب مثل بساديو ماني، عايز يضرب مثل بساديو ماني، بس انا خدتها مدخل على فكره. ما كانش بيدافع في الماتشات بتاعت الاربعه خلاص يا لما زوز، حولوا. هيسخنك عليا يا زوز. يا حبيبي بس اشرح الموضوع. ماشي. لما حولوا لاثنين فراوده أيوة. قلل مساحات الجري بتاعت الراجل، فبالتالي خلى محمد أنا صلاح شاهد يا فعال باشا على اكتر. الكلام اللي أنت قلته. ادي كل اللي انا افتكرت قلته. كلام قلته قبل كده كمان. لا ما ده قلتش الكلام حاجة. اللي انت قلته في الحلقه؟ اه ما تتقل بقى يا في اخي. تربص. ومع ذلك بقى وهو بيلعب فيرود رجع يدافع. بس خلاص انا فهمت بقى القصه. الافندي ده مقعد اللجان بتاعته، لجان عمر عبد الله. انا عندي الجان. على ثقتك الغاليه. عمر عبد الله لافرز، ها، ويقصوا. انا عرفت الحمله اللي كانت معموله عليك. اسمهم ايه؟ عمر عبد الله لافرز اصلا اسم غير عاطفي. انا عندي الجان. شوف والله شكرا على ثقتك ويقوم الغاليه. قاصصها وهو اللي بيحاربك. لافرز. والحالات اللي ضربت دي من شويه هو اللي بيحاربك. خلينا ساكتين بقى على موضوع الحلقه دي. لا احنا هنحاول نظبطها يا جماعه، اعملوا لها بس. يعني انا قعدت الشابولي في البيت ايوه وبحارب عز. أيوة. انا جامد قوي كده. وطيرت فايز. ربنا يستر عليا. ومش عايز اقول كمان، كنت مش عايز اقول عشان انا جوايا حاجات لو قلتها لا قول عشان اعرف، مش عارف. بتهدد مسيرتك. هي في مسيره كمان. ايوه قول يا والله فارس. انت عارف عني حاجات انا ما اعرفهاش. اقول عنه ولا اقول على التحليل؟ لا يلا نكسب ازاي؟ طيب نكسب ازاي؟ اجمل ما في التحليل الناس دي ما قعدتش مع بعض، حضرت قبل ما تتكلم، ولكن الكلام كله بيكمل بعضه. عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. الاطوال، احنا عندنا 3 لعيبه بس بيشاركوا في المباريات فوق ال 185 سم. بالعكس 7 أو 8 لعيبه من السنغال بيدخلوا التشكيل اساسيين او بدلاء فوق ال 185 سم. فمحتاجين نربط ده باللي اتقال وناخد بالنا. اللي قاله عمر مهم جدا في حته بيبي جاي. بابي جاي اي فرصه هتجيله هيسدد، هتبقى خطر علينا وهتبقى فرصه هدف محققه. على الجانب الاخر نستغل بقى النقطه العكسيه في تقدم دياتا وضيوف والمساحه اللي وراهم، وزي ما بقول لو ضغطت وقطعت من ادريسا جاي ارمي على طول لصلاح ومرموش بوشهم على كوليبالي ونيكاتي. والاحمال البدنيه اللي عندهم مع البطوله انا شايفها بتقل. لو دخلت بوشك 1 على 1 مع مهاره صلاح ومرموش هتقدر تسجل. اكسب ازاي؟ احنا شرحنا بقى القصه كلها. احنا قلنا بس منتخب السنغال في عمليه تحضير اللعب. انا دلوقتي محتاج اركز على الراجل اللي هيطلعوا عليه، ده واحد. في اي طرق تانية؟ هل انا محتاج العب على الهجمات المرتده؟ هل انا محتاج العب على الاطراف؟ ايه الشكل اللي انا محتاج طبعا العب بيه؟ محتاج العب تحول على طول. ودي نقطه مهمه جدا في امام عاشور. وحتى كابتن حسام انا فكرني جدا بمرموش ايام فرانكفورت، ان عندك 2 دايما محطتين، يعني ايكيتيكي ومرموش. انت بتلعب دلوقتي صلاح هو دايما اغلب الوقت هو اللي بيستلم بظهره عشان يودي مرموش في المساحه. فدي نقطه مهمه جدا في عمق الملعب ده. نقطه بس مهمه لمنتخب السنغال، قد ايه هو منتخب متنوع. اخر حاله خالص لو شفناها دياتا كيربن دياتا اللعيب الباك اليمين ده واحد من امهر واذكى اللعيبه اللي موجوده في اظهره في البطوله كلها. لعيب ذكي جدا في التحرك، الراجل بيعتمد عليه بشكل كبير. هتلاقي دايما هو اللي طاير اغلب الوقت، لان انت لو اتزنقت في فريق زي مالي عرف يقفل عليك مساحه عمق الملعب، دايما قفل مسارات التسديد. كوليبالي دايما بيعمل ايه؟ يروح مدي الطويل على طول للعيب زي ده. لو كانوا عرفوا يجيبوا الحاله هتلاقي الراجل ده دايما طاير في ظهر سواء الباك او حتى في نص الملعب اللي مكمل عليه. ففتوح الجبهه بتاعته بكره عليها مهمه كبيره جدا. اهو دياتا ده بص هو دايما ماسك الخط، ودايما هتلاقيه عنده المساحه دي هيطير بيها. انت دايما عشان تلعب كدفاع ب5 انت دايما مقلل المساحات بتاعتك قريب من بعض جدا. فلما الفريق اللي قدامك عايز يفتح شويه فبيعمل ايه؟ ستريتش الملعب اكتر، فيخلي الباكين دايما طايرين. دياتا ده دايما هو اللي بيطير. عظيم. كرة في رجله كويسه جدا، فدايما هيبقى في زياده عدديه في الجبهه دي تحديدا في الناحيه الشمال بتاعت فتوح.